مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي سيارة جديدة. الفيديو ديال اليوم غنتكلموا على كيا بيكانتو. كيا بيكانتو التصميم الداخلي ديالها الخارجي والتفاصيل الداخلية، وايضا بزاف ديال المميزات اللي فيها، وكذلك التقنيات الحديثة والاداء والسلاسة والامان والميزات المساعده واستهلاك الوقود والكفاءه ديالها والسعر ديالها والمنافسه والتجربه ديال القياده الواقعيه. كما انه غادي نذكروا السرعه القصوى والنوعيه ديال المحرك والاستيعاب ديالو السيلندر والتصميم ديالها الداخلي على شكل يعني بحال الشاشه ديال القياده الى غير ذلك، والاكسسوارات المصاحبه والضريبه والتامين السنوي والسعر الخاص في المغرب لسنه 2024. خليكم معنا من الاول حتى الاخر اخوتي خواتاتي باش تستافدوا مزيان. راه كاين معلومات مفيده اللي غتفيدكم في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوناش، فاحنا مختصين بكل ما كيتعلق بالدراجات الناريه والسيارات، سواء كان تخفيضات او لا كان جديد او لا كان شيء من هذه الاشياء. اخي اختي الا كنتي مهتم بهذا الميدان هذا ومازال ما تابونيتيش في القناه، انا كندعوكم باش تابونوا في القناه وتبارطاجيو وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ومرحبا بالجميع. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه لكيا بيكانتو في التصميم الخارجي ديالها، فكتجي كيا بيكانتو بواحد التصميم خارجي انيق ومعاصر كيعكس واحد الروح ديال الشباب والحيويه. كتميز بواحد التصميم اللي هو جديد بواحد الخطوط حاده وديناميكيه، كتمنح السياره واحد المظهر رياضي واعر بزاف. كتشمل الواجهه الاماميه واحد الشبكه عريضه بالتفاصيل كروميه ومصابيح لاد ديال القدام عاليه الاداء. بالنسبه للجوانب فهي كتزين بواحد الخطوط اللي هي منحوته بواحد الدقه وجوانط من الالومنيوم، تصميمات مختلفه كتناسب الاذواق المتنوعه. خلفيه كتميز بواحد المصابيح لاد اللي هي عصريه وجناح خلفي كيضفي واحد اللمسه رياضيه رائعه بزاف. بالنسبه للتفاصيل الداخليه ديال السياره كيا بيكانتو، فهي كتقدم واحد المقصوره داخليه مريحه وعمليه مع استخدام موادات جوده عاليه ولمسات تصميميه انيقه. فكتحتوي على مقاعد مريحه مع امكانيه ديال التعديل ديالها باش تناسب مختلف السائقين والركاب. كتوفر السياره كيا بيكانتو واحد المساحه واسعه بالنسبه للراس والرجلين، هادشي اللي كيخلي الرحلات الطويله كتكون اكثر مريحه وراحه. فكتضمن الداخل ديالها واحد الشاشه لمس كبيره للنظام ديال الترفيه والمعلومات مع الدعم ديال الاتصال عبر الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. اما التقنيات الحديثه اللي كتجي بها، فكتمتع كيا بيكانتو باحدث التقنيات اللي كتعزز من تجربه القياده. كتشمل هاد التقنيات نظام الملاحه الذكي وكاميرا الرؤيه الخلفيه ومستشعرات الركن الاماميه والخلفيه ونظام التحكم في المناخ. فكتتيح تقنيه الاتصال بالبلوتوث للسائق باش انه يبقى متصل بالامان دائم. كما ان نظام الصوت المحيطي كيوفر واحد التجربه صوتيه رائعه وممتازه بزاف. بالنسبه للاداء والسلاسه، فكتجي كيا بيكانتو بواحد المحرك اقتصادي وفعال كيتراوح بين 1.1 الى 1.2 لتر. كيوفر هذا الاداء السلس مناسب للاستخدام اليومي داخل المدن وعلى الطرق السريعه ايضا. فكيتميز المحرك بواحد الاستجابه السريعه والكفاءه العاليه في استهلاك الوقود. كيساهم ناقل الحركه الاوتوماتيكي في تقديم تجربه ديال قياده مريحه وخاليه من الاجهاد. اما بالنسبه للامان والميزات المساعده، فكتميز كيا بيكانتو بمجموعه واسعه من ميزات الامان اللي كتشمل ايضا نظام الفرانات اللي كتمنع الانغلاق اباس، ونظام ديال التوزيع ايضا قوه ديال الفرمله الالكترونيه او بي دي، ونظام ايضا مساعده الفرمله
BAS، كما كتضمن الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والحماية الركاب. فمن الميزات المساعدة للسائق ونظام تحذير من التصادم الأمامي، وكذلك نظام تحذير ملي كتغادر المسار، ونظام المساعدة باش تبقى في المسار أيضا. أما بالنسبة لاستهلاك الوقود والكفاءة، فكتعتبر كيا بيكانتو من السيارات الاقتصادية بزاف في استهلاك الوقود، حيث كيتراوح الاستهلاك ديالها بين 5 حتى 6 لتر لكل 100 كيلومتر. هادشي اللي كيخليها واحد الخيار مثالي كاع الناس اللي كيقلبوا على السيارة كتوفر تكاليف تشغيل منخفضة. بالنسبة للمنافسة والتسعير ديالها، فكتقدم كيا بيكانتو واحد القيمة ممتازة مقابل السعر، بحيث كيبدا السعر ديالها من حوالي 100,000 درهم وكتوصل حتى ل 150,000 درهم للفئات الأعلى تجهيزا، وكتنافس كيا بيكانتو في فئات السيارات الصغيرة والمدمجة مثل هيونداي ايديس والفورد كا وتويوتا ايجو. وكتميز بيكانتو بأنها كتوفر واحد الميزات وتجهيزات متعددة مقارنة بالمنافسين ديالها في نفس الفئة السعرية. إذا مشيو التجربة ديال القيادة واقعية، فكتوفر كيا بيكانتو واحد تجربة قيادة سلسة ومريحة بفضل التصميم ديالها الذكي ونظام التعليق المتطور. كتشعر بواحد التحكم والثبات على الطرق الوعرة والممهدة، كيعزز من الثقة في الوقت ديال السوقان ديالك داخل المدينة. كتوفر كيا بيكانتو واحد القيادة مرنة وسهلة بفضل الحجم ديالها الصغير ونصف قطر الدوران الضيق، هادشي اللي كيسهل مناورات ديال الركن والتنقل في الأماكن الضيقة. بالنسبة لكيا بيكانتو 2024 المواصفات والتفاصيل في المغرب: السرعة القصوى، نوعية المحرك والسعة ديالو. السرعة القصوى كتوصل السرعة القصوى لكيا بيكانتو 2024 لحوالي 160 كيلومتر في الساعة. نوعية المحرك كيتوفر محرك بنزين. سعة المحرك كتجي هاد السيارة بواحد المحركين مختلفين، شي واحد فيهم كيكون بسعة إترو والثاني كيكون بسعة 1.2 إترو. السيلندر المحرك بسعة 1 لتر كيجي بواحد 3 ديال الأسطوانات السيلندر، بينما المحرك بالسعة ديال 1.2 لتر كيجي ب4 ديال الأسطوانات. عفوا. بالنسبة للشاشة ديال القيادة، الشاشة ديال القيادة كتجي هاد الشاشة هادي رقمية ومتطورة، كتعرض معلومات القيادة بوضوح، بالإضافة لشاشة لمس مركزية لنظام الترفيه والمعلومات. أما بالنسبة للأكسسوارات المصاحبة، كتشمل الأكسسوارات المصاحبة للسيارة كيا بيكانتو 2024 مجموعة واسعة من المميزات. أولا النظام الصوتي كيكون متطور، اتصال بلوتوث، منفذ ديال اليو اس بي، نظام ملاحة GPS، كاميرا خلفية، مستشعرات ركن أمامية وخلفية، مكيف هوائي أوتوماتيكي، مقاعد قابلة للتعديل أيضا، عجلة القيادة متعددة الوظائف. أما بالنسبة للضريبة والتأمين السنوي، الضريبة السنوية كتختلف قيمة الضريبة السنوية بناء على سعة المحرك، ويقدر تراوح بين 700 حتى 1500 درهم مغربي تقريبا. بالنسبة للتأمين السنوي كيتفاوت سعر التأمين السنوي بناء على الشركة المقدمة للتأمين ونوع التغطية، لكن عادة ما كيتراوح بين 2000 حتى 4000 درهم مغربي. بالنسبة للسعر في المغرب لسنة 2024، السعر كيا بيكانتو 2024 في المغرب من حوالي 130 ألف درهم مغربي الفئة الأساسية، ويقدر يوصل حتى ل 160 ألف درهم مغربي الفئات الأعلى تجهيزا. خلاصة القول، كيا بيكانتو 2024 كتوفر واحد المزيج ممتاز من الأداء والكفاءة الاقتصادية مع مجموعة واسعة من الميزات التقنية والراحة بالتصميم ديالها العصري والأداء ديالها المتوفق. كتعتبر واحد الخيار مثالي الناس اللي كيقلبوا على سيارة مدمجة وموثوقة في السوق المغربي. شكرا لكم اخوتي بزاف على المتابعة لهذا الفيديو هذا. ما تنساوش تابوناو في القناة وديروا متابعة وتفعلوا زر الجرس باش ديما توصلوا بالجديد ان شاء الله، وتبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا
وانا كنحبكم بزاف في هذا المنبر هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.